السلام عليكم مشاهدي الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. ان شاء الله غنشارك معكم الزعلوك ديال الدنجال في الكوكوط. الزعلوك في الكوكوط لانني سبق لي شاركت معكم الزعلوك مشوي، ولكن هذه المره غنشارك معكم واحد الزعلوك اللي سهل وسريع، والاهم من هذا الشيء انه كيجي لذيذ وكيوجد في تقريبا تقدروا توجدوه حتى في 10 دقائق ولا ربع ساعه كيكون واجد. بلا ما نطول عليكم وخليكم معايا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وبالنسبه للمقادير او المكونات لان صراحه الزعلوك ما كيحتاجش شي مقادير مضبوطه، فقط كنعرفوا المكونات ديالو اللي هي اول حاجه المكون الرئيسي اللي هو الدنجال. فانا هنا كما كتشوفوا عندي 5 دنجالات وفلفله وحده وجوج حبات ديال الطماطم. تقدروا اللي عندكم دنجال كبير ديروا غير جوج دنجالات مع هذا مع حبه ديال الفلفله وجوج حبات ديال الطماطم. يعني ما كيحتاجش شي مقادير مضبوطه ولا شي حاجه. الزعلوك راه مهم نتوما عينكم ميزانكم. صافي هنا كما كتشوفوا غادي نقطع الدنجال ديالي، غادي نقشرو. كما كتعرفوا الدنجال خصنا ما نقشروهش كله، كنقشرو غير شويه وكنخليو فيه شويه ديال الجلده. من بعد غادي نقطعوا المربعات صغيره. وبالنسبه للدنجال المشوي اللي قلت لكم انني شاركت معكم غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، وغادي نخلي لكم كذلك في اول تعليق. اللي ما تعرفش تدخل لصندوق الوصف غتلقاو في اول تعليق. صافي هنا من بعد ما قطعت الدنجال غادي نجيب الفلفله حلوه كذلك حتى هي غادي نقطعها لمربعات صغيره. وغادي نجيب كذلك طماطم او لا مطيشه حتى هي غادي نقشرها ونقطعها كذلك بنفس الطريقه. غير هي مطيشه غادي نخلي فيها هذاك الماء ديالها، والزريعه ما غاديش نحيد منها لا ماء لا زريعه، غادي نقطعها يعني غنقطعها هكا كامله. وصافي هنا من بعد ما قطعت هادشي كله غنديرو في الكوكوط او طنجره الضغط. غادي نضيف عليه هنا الكزبر والمعدنوس، هو عينكم ميزانكم على حسب الكميه اللي عندكم نتوما. وهنا عندي واحد 4 الفصوص ديال الثومه اللي يعني اللي طحنتهم وحكيتهم. صافي هنا غادي ندوزو للتوابل. بالنسبه للتوابل درت شويه ديال الملحه، غندير كذلك شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود، وغادي ندير شويه ديال السكنجبير او الزنجبيل، غندير شويه ديال التحميره او البابريكا، ومن طبيعه الحال غنديروا الكمون اللي تا هو ضروري في الزعلوك. الا ما كانش في الزعلوك بلا ما ديروه، لان الكمون هو اللي كيعطي واحد المذاق رائع. من بعد درت هنا نص كاس ديال الزيت الزيتون او زيت البلديه. انا الزعلوك كيبغي الزيت البلديه والكمون والثومه، هادو من الضروريات واللي ما يمكنش ديروه الا ما كانوش عندكم هاد 3 الحوايج، يعني ما غاديش يجي زوين. صافي هنا كما كتشوفوا صافي غنسد عليه في الكوكوط وغادي نقص عليه مزيان، غنقص عليه ونخليه، ما غنضيف ليه حتى شي قطره ديال الماء. يعني غادي نخليه كيتشحر غير في ديك الماء ديالو ديال الدنجال اللي غيطلق الدنجال ومطيشه، وفي نفس الوقت غنديروا معاه البال، ما نخليش واحد المده طويله حتى يتحرق. صافي هنا وريتكم البوطه، القياس ديال البوطه اللي درت. وهنا من بعد ما حسيت به بدا يعني بدات كتصفر الكوكوط وداك الشيء، حليت عليه خليته صفرات عليه غير واحد شويه وحليت عليه. هانتوما كما كتشوفوا هنا غادي نخليه يتشحر بحال هكا حتى كتنقص منه كاع داك الماء كيحيد منه، كتبقى غير داك الزويته. كنبقى مره كنحركو وبلا ما نسد. هاد المره كنخليه غير بحال هكا، ما كنسدش الكوكوط، كنخليها يعني مردوده يعني بلا ما نسدها ندير الصفاره. صافي ومره نحركو حتى يطيب، ومن بعد غادي نتلاقى معكم في الشكل النهائي. هو راه طيب ماشي حتى يطيب، يعني غير حتى ينشف من داك الماء كيبقى واقف على ديك الزويته ديالو. وهنا كما كتشوفوا الزعلوك ديالنا راه تقريبا واجد، كتبقى تبان لينا غير ديك الزويته ما كيكونش فيه الماء. وغنتلاقاو في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الزعلوك ديالنا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه
وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك فضلا وليس امرا. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.